تركيا سفرية وصلت من باريس يا فندم. متشكر. الشركة متعثرة في الاتفاق، اتخذوا اللازم. مارسيل مورياك. ايوه عزت، في طيران ايه بيروح مصر الليله دي؟ بتقوم الساعه كام الطياره دي؟ احجز لي مكان عليها. ايوه الليله يا عزت، الليله. عشان كده جيت من روما لمصر يا مصطفى؟ بس في سببين تانيين يا فندم. ايه هم؟ السبب الاول هو اني فكرت ابعت برقيه ل 313 علشان نتقابل في روما، خصوصا ان بقاله اكتر من 5 شهور في تل ابيب من غير اي نوع من انواع الاتصال، ومتهيألي ده كتير. وبيتهيألي ان احنا كنا بنطمن عليه وانت عارف. ايوه بس ده ما يمنعش انه يحس ان احنا مش سايبينه. طب ايه السبب التاني؟ انا كنت اتفقت مع السيد محسن ممتاز انه يكون موجود في اول مقابله يخرج فيها 313 من اسرائيل. سيادتك عارف طبعا انه بيمثل قيمه كبيره جدا بالنسبه له. ايوه بس انت عارف محسن مشغول قد ايه في المانيا. انا فكرت قبل ما اجي اني اتصل بيه هناك اخد رايه واشوف امتى هيقدر يجيني روما، لكن قلت اتكلم مع سيادتك في الاول وعشان كده انا جيت. تفتكر يا مصطفى الجدع ده هيجي منه حاجه؟ لا اقدر اقوله لحد دلوقتي انه اذا كان قدر يقعد المده دي في اسرائيل من غير مشاكل يبقى اكيد عنده استعداد، ثم ان الحمل كان رهيب عليه خلال المده اللي فاتت. ايه اللي يخليك تقول كده؟ لانه من يوم ما سافر تعمدنا اننا ما نتصلش بيه ونسيبه يواجه تجربته. حتى لما اخذ مكتب شركه السياحه في شارع يوشع بن نون وبعت لنا عنوانه في جواب عادي زي ما سيادتك عارف باسم مارسيل مورياك في باريس، ما فكرناش نرد عليه. وبعدين كان المفروض انه ينتظر لحد ما نبعت احنا نطلبه، لكن وصول برقيه زي دي منه بيأكد ان في حاجه خطيره عنده. كده عايز فلوس؟ لا ما اعتقدش. ليه، هو محسن مش كلمك عنه؟ انا اعرف عن 313 كل شيء وبالتحديد، واعرف كمان انه سافر في اواخر يوليو وكان معاه فلوس كفايه. مش في احتمال يقول لك الشركه والتاسيس انت عارف النوعيه دي من الناس. لا ما اعتقدش ان 313 هيعمل كده. تلاقي عايز يتفسح له يومين. اعتقد انه يستحق اجازه بعد كل اللي عمله لحد دلوقتي. انت راجع روما امتى؟ على طياره بكره الصبح الساعه 9 اللي راح اتينا، ومن هناك هتصرف. على العموم قبل ما توصل هنكون اتصلنا بمحسن عشان يكون عنده فكره لما تكلمه، وهناك تقدروا تتفقوا انتوا الاثنين على الموعد اللي يناسبكم. اتأخرت ليه نينو؟ انا قلت اجيب البريد بدل ما انزل مشوار تاني، وقدم ظروف جوه. نزل مشوار وراجع بعد ساعة. شطريط، تأكد اني حريص على لقائك اكتر من حرصك على لقائي في اي وقت تحدده، وهتلاقي كميات ويسكي كافية جدا من نوع فاخر جدا كمان. اوكي، نبقى على تليفون الاسبوع الجاي. شالوم. في حاجة يا ياسر؟ الجواب ده وصل من باريس دلوقتي. انتي مش قريتيه؟ لان تعليماتك قدوا سامحون ان الجوابات الخاصه بس هي اللي ما تتفتحش. طيب افتحي وشوفي في ايه. مادموزيل مورياك بتقول انها هتناقش مع الشركه موضوع الفوق اللي هي بتشوف انه مش هيقل عن 80 سائح، وان ميعاد وصولهم هيكون يوم 16 الشهر اللي جاي على الاير فرانس،
وان التنظيم 80. فوق. يبقى يوم 8. الشهر الجاي يبقى الاسبوع الجاي 15. 5. طب و5؟ نشيل منهم 3 يبقى 2. وبالشكل ده ممكن وجودك في باريس ومناقشتك مع مدير الشركة يذلل حاجات كتير. في حاجة تانية؟ بتقول انها مشتاقة لك جدا وان باريس فيها مجموعة لطيفة من الافلام الجديدة اللي لازم تشوفها. اوكي. احجزي لي تذكرة باريس فيا روما يوم الثلاث الجاي، لاني بالمرة عاوز انزل ايطاليا واشوف كام شركة اعمل معاهم محاولات. استر، حاولي تطلعي لي اسماء شركات السياحة اللي في روما وباريس. متهيألي ان احنا لازم نقابل الناس دي ونتكلم معاهم. اوكي ادون سمحون. استر. ايوه. ما تنسيش تديني الجواب قبل ما اسافر. متهيألي انه لازم يكون موجود معايا في باريس. حاجة تانية يا ادون سمحون؟ مالك يا استر؟ مين مارسيل مورياك دي؟ قاري جواب تاني وانت تعرفي. ادون سمحون، انا متأسفة اذا كنت. ولا حاجة يا استر، ولا حاجة. بتعملي ايه يا استر؟ مفاتيح عربيتك. هتروحي فين في وقت زي ده؟ هوصل ادون سمحون المطار. مالك مونيكا؟ هو منتظر انك توصليه؟ لا. التذاكر معاكي ولا معاه؟ معاه. ليه هتروحي استر وفي تاكسيات في البلد؟ مش عارفة، عاوزة اوصله. اللي بتعمليه ده غلط. انا عارفة. بتعمليه ليه؟ لاني عاوزة اوصله، لازم اوصله. بوكرتوف ادون سمحون. استر، انا خفت ما تصحاش في ميعاد الطيارة. اتفضلي. حضرت الشنطة؟ يعني تقريبا. شربت القهوة؟ ادون سمحون، ارجو اني. ايه رأيك لو اخدنا القهوة في المطار سوا؟ انا معايا عربية. تاكسي؟ لا، عربية مونيكا. سامحني، مش قادرة. وإلياه وجادوسكي؟ ادون سمحون، انا طول ما احنا مع بعضينا لوحدنا مفيش ادون سمحون. في ديفيد بس. ديفيد، انا بحبك.
اتكلمت مع السيد سلطان يا محسن؟ ما انا قلت لك ان انا هقعد معاه قبل ما امشي. في حاجه يا مصطفى؟ مش عارف، تالي كده انه مش مقتنع برأفت. انت مقتنع بيه؟ ايه الكلام ده؟ ما تنساش انك انت اللي... لا، انا مختلف. انا اللي علمته ودربته وعشرته وعرفت نقط ضعفه ونقط قوته وعيوبه وحسناته. بلاش شقلة بالشكل ده يا درش. ايوه، انت لو سمعت رأيه في رأفت هيجيلك نفس الاحساس. نعم، على العموم دي وجهات نظر. ايوه، بس دي عملية تمت بالفعل وتجربة لازم تكمل. مظبوط يا درش. تفتكر لو حد غيري هو اللي عمل سبوتنج على رأفت وشافه في الظروف اللي انا شفته فيها وبالشكل اللي انا شفته عليه، تفتكر كان اقتنع بيه واسند له مهمة خطيرة زي دي؟ ومع ذلك رغم ان الامل كبير وعظيم في رأفت، لكن المشكلة هو هيقدر يستمر ولا لا؟ هيكون عنده حسن الظن بيه ولا هيخيب امل مصر فيه؟ كل ده في علم الغيب يا مصطفى. علشان كده لازم الامور تبقى واضحة. مصر مش في احتمال اني انا كمان اتنقل. شيء طبيعي ما انا اتنقلت. طب ورافت ماله؟ مين هيتعامل معاه؟ مين هيفهمه؟ مين هيفهمه؟ رافت مصري زيك وزيي ولازم اتحمل قدره بنفسه، لازم. المفتاح. جراتسي. تأسف. لا انا بسحب اعتذاري. اللي صادق جمال بالشكل ده المفروض انه يشكر الظروف مش يعتذر لها. سينيورا. جراتسي. في حجز باسم ديفيد شارلسون فين؟ برونتو. الطرد وصل فندق لابروزا. لا كمال استلم من المطار وراح يوصله بنفسه. اوكي يا فندم. جراسي. اوه لا، مش معقول اكون محظوظ للدرجه دي. متأسفة. من فضلك افتح 115. الصدفة ثالثة سعيدة فعلا يعني.
يعني لما اوصل روما ما اعملش حاجه خالص؟ اوصل روما كده وخلاص؟ هو كده بالظبط. طب انتوا هتتصلوا بيا ازاي؟ برادب. مش يمكن يعني احب اخرج اروح هنا ولا هنا؟ اعمل زي ما انت عاوز. طب افرض مثلا حبيت اني اسهر يعني، ولا مثلا اتصرف بالطريقه اللي تريحك وبشكل طبيعي وسيب الباقي علينا احنا. واذا ما اتصلتوش؟ افرض يعني. الله، افرض حصل ظروف. لو مر 4 ايام على وصولك روما ومحدش اتصل بيك، تركب الطياره وتسافر باريس وتنزل في لوكاندا لاكروا في بوليفار دي جريفال وتنتظر هناك. قد ايه؟ مش اكتر من 24 ساعه. بالشكل ده نقدر نطمن طول ال3 ايام اللي فاتوا. تقدر تطمن يا فندم، ديفيد ما غابش عن عينينا لحظه واحده، لا في اللوكاندا ولا بره اللوكاندا ولا حتى في التليفون. وايه اخبار شركات السياحه اللي اتصل بيها؟ اسماء الشركات كلها عن سيادتك التقرير يا فندم، وارقام تليفوناتها كمان. عمل شغل معاهم؟ عمل يا فندم مع شركه الرياض، وان كان اخذ بعض وعود من شركات تانية. عموما انتوا عارفين خطتنا بكره. تمام يا فندم. مش هوصيكم الحرص البالغ. لا اطمن يا فندم، ما تشيلش هم يا فندم. هي رسالة معاك يا يسري؟ ايوه يا فندم في جيبي. في حاجة مهمة قوي عايز أأكد عليها. ما حدش يدخل له الرسالة إلا أنت شخصيا، مش أي حد تاني، تحت أي ظرف مهما كان الظرف ده. لازم نطمن إن مفيش حد معاه في الأوضة. بصراحة يا فندم الراجل ده من ساعة ما وصل لا بات عند حد ولا حد بات عندي. هو ده اللي قلقني. بونجورنو سينيورا. بونجورنو. ده ستار 111. سي سينيورا. جراتي. molto grazie, molto grazie. مش ناقص حاجة مدام صفية؟ لا هايل كده. فاضل 2 ساعة و45 دقيقة والايام ال4 تكمل، ومعنى كده اني لازم اطير النهاردة لباريس وانزل في لوكاندا لاكروا في بوليفار دي جريفال. اوكي؟ اوكي. Buongiorno signor. Buongiorno. Sì, signor. Sì. Grazie. Grazie, signor. Grazie. الحمد لله على السلامة يا رافت. بعد ما تقرا الورقة دي اعدمها فورا. ميعادنا الساعة 11 في 12 شارع أنطونيو بيلي، الدور الثالث، شقة 3. شارع أنطونيو بيلي، الدور الثالث، شقة 3.
الدور الثالث، شقة 3. رافض. المفاجأة هتبقى أحلى كتير لو أنت اللي فتحت له. معقول يا كمان يا حبيبتي هقف؟ يعني ده كل اللي حصل؟ ده كل اللي حصل من ساعة ما وصلت تل أبيب لحد ما خدت الطيارة علشان أجي هنا. تعبت يا رافض؟ شوف يا محسن بيه، أنا أول ما حطيت رجلي في المركب اللي رايحة إسرائيل حسبت الحسبة وقلت لنفسي، خصوصا بعد ما كشفت علاقة عزرا بالظابط بتاع المركب وسمعتهم وعرفت انهم لسه بيشكوا فيا، قلت لنفسي يا ده اذا كانت العملية خسرانة خسرانة، واذا كانوا كشفوني يبقى اموت وانا حاطط رجل على رجل بدل ما يشمتوا فيا. لا بس برافو عليك. الغريب بقى ان يوسف الازرع ما عادش يسأل عني الا اذا كان في شغل وبس، لانهم خلاص اطمنوا لك. تفتكروا يعني انه من موساد؟ ده عايز السؤال؟ وسرنا هاروني المعلومات اللي عندنا بتأكد انها عضو نشط في الهستوبروت. بس على العموم الحذر واجب مع كل بني ادم في اسرائيل. بس مش ده قصدي. عايز تقول ايه يا رب؟ اصل انا مصدقها يا محسن بيه، بس لاحظ انها اسرائيليه. يعني استر بولانسكي هي اللي وصلتك المطار؟ ايوه، بس والله العظيم 3 ما حصل حاجه. انا متاكد. امال ساعتك بتبص لي كده ليه؟ عشان ما يحصلش. ايوه بس ده خطيبها في رئاسه الاركان. لا، مش مطلوب منك دلوقتي غير الاهتمام بالشركه وبس يا محسن. كل اللي عايزينه منك انك تدعم مركزك في المجتمع الاسرائيلي. واللي انا بسمعه ده اشاعات، ممكن يكون بعضها صحيح، ممكن يكون بعضها صرصره، حتى صحيح منها ما يستاهلش انك تغامر. ايه اللي بيضحكك؟ اصل ايه، كنت فاكر نفسي يعني جايب الديب من ديله. انت فعلا هتجيب الديب من ديله، بس كل شيء في وقته. ايوه، انتوا ما عندكوش فكره انا بيعاملوني ازاي في اسرائيل دلوقتي. ولو يا محسن بيدي الاخبار بتجيني لحد عندي من غير ما اديها ظهرك وامشي. مش عايز فلوس دلوقتي؟ لا طبعا. عايز تقول حاجه؟ كنت عاوز اسال عن اخبار الخواجه سمحون. هو بيستعد دلوقتي عشان يسيب مصر. هيروح فين؟ غالبا فرنسا. المعلومات دي اكيده؟ عايز تقول ايه يا رب؟ اصل لو الامور مشيت بالشكل ده يبقى اكيد هحتاج فلوس، واذا اخدت منكم فلوس لازم احاول طبعا اني اخدتها من الخواجه سمحون. علشان كده طبعا انا يهمني اعرف اخبار الخواجه سمحون ايه، عمل ايه، راح فين، عشان يعني ما تحصلش غلطه كده ولا كده. ثم كمل يا رفعت. كنت بفكر يعني اني
ابعت جواب للخواجه سمحون من باريس. وليه ما تبعتش من هنا؟ يعني حضرتك موافق؟ خد دول. ايه دول؟ دول الكارتين كنت اشتريتهم عشان ابعتهم لمصر. طب ابعت واحد لشارل سمحون، وافتكر من الذوق انك تبعت التاني لماجي. اما تروح فرنسا اكتب لهم من هناك. انت ما بتنساش حاجه ابدا. مصر بتديني مرتبي على كده يا رافض. يا بخت مصر باللي زيك يا محسن بيه. انما انت ليه سبتني بقى انتظر الاربع ايام بحالهم يا مصطفى بيه؟ علشان اطمئن انك في امان وان مفيش حد وراك. ايوه ده انا كنت خلاص حضرت الشنطه عشان ده كان هيبقى غلط. غلط ازاي يا محسن بيه؟ ده كان فاضل 45 دقيقه ان شاء الله يكون فاضل دقيقه واحده. كان لازم تستنى لغايه ما تخلص وبعدين تحضر الشنطه. مش جاهز الجرسون اللي جاب لك الفطار شافك وانت بتحضرها؟ طب ودي فيها ايه دي؟ انت مش هتسافر الليله؟ يقول ايه؟ فاتتني دي. ما حدش عايز يشرب شاي. وعلى ايه بقى؟ الريق الناشف حلو برضه. ما قلتليش يا رافض. على ايه يا محسن بيه؟ مين بقى يا سيدي اللي كنت بتتعشى معاها في ليليان فريدمان. والله العظيم ما حصل حاجه. وبعدين انا عارف انكم بعتولي وحذرتوني منها. يبقى لازم تبعد عنها تماما. ايوه يا محسن بيه، بس مش على طول كده علشان ما تشكش. بعدين حرام يا ناس، والله حرام. انا بني ادم من لحم ودم. ما لقيتش غير ليليان فريدمان يا رافض. ايوه يا مصطفى بيه، اصلك انت ما تعرفش انا عايش ازاي في اسرائيل. انا ما بقاش في حياتي غير حاجه واحده بس. لا يا رافض، غلط يا رافض، عيب يا رافض. محسن بيقال، مصطفى بيأكد. اوعى، خلي بالك، اوعى تنسى. حتى وانا هنا في ايطاليا عمال اتخانق مع نفسي ليل مع نهار، لاني عارف انكم هنا، وخايف لا تزعلوا مني. يعني ما سألتنيش عن شريفة؟ خايف. ده حتى جوزها اترقى وبقى بكباشي دلوقتي. والله يعني ممكن ينفع دلوقتي يبقى رئيس جمهورية. بس ما ينفعش يبقى جمال عبد الناصر. انا اسف. اصل انا بسمعهم في اذاعه اسرائيل ما بيقولوش عليه غير الباشا. مناسبة طارق دخل المدرسة. وهي يا محسن هي شريفة اخبارها ايه؟ بوم. يعني ممكن ابعت لها جواب؟ بلاش دلوقتي يا رافض، كل شيء وله وقته. الشاي. يا ترى هقعد القعدة دي مرة تانية ولا لا؟ هاي مالك اسم؟ بعيد عني. لا مونيكا، انا ما عنديش سداد اتكلم ولا احكي ولا اناقش حاجه، من فضلك سيبيني في حالي. اتخانقتي مع اورلو تاني؟ اشمعنى اورلو يعني؟ عشان ديفيد مسافر. طبعا هو سافر علشان يتفسح في ايطاليا وفرنسا ويروح للبنات بتوعه هنا وهناك، وسايبني انا في المشاكل اللي في الشركه لوحدي ومع بني ادم مش عارف راسه من رجليه. من الصبح لحد دلوقتي مشاكل مع العملاء ومع الشركات والمتعهدين والاتوبيسات والافواج وكل حاجه على راسي، وعليا اني اكون موظفه وسكرتيره ومدير مكتب ويمكن ساعي كمان. وفين اورلو؟ انا مش عارفه البني ادم ده عايش ازاي وعايش ليه. كل ما اساله على حاجه ولا عقد اخد رايه فيه يقول لي ده من اختصاص ادون سمحون استر، خليه لما يجي ديفيد من فضلك. يا عزيزتي انت تعرفي عن الفوج اكتر من اللي انا اعرفه. وحشك للدرجه دي؟ قوي مونيكا، قوي وحشني قوي.
من يوم ما سافر وسابني وانا عندي احساس بانه راح مونيكا ومش راجع تاني. شوف وشك بخير يا رفض. اشوفكم بخير. لا استر، اعملي اللي بقولك عليه بالظبط. انا كنت معاهم امبارح وقالوا لي ان كل حاجه جاهزه. وبالنسبه للوجبات؟ وجبات ايه دي بقى؟ وجبات الفوج ادون ظروف. الفوج هينام على المركب؟ انت نسيتي؟ ادون اورلو. الفوج هيفضل طول النهار بعيد عن المركب. واحنا مالنا؟ ياكلوا سندوتشات. لكن العقد اللي بيننا وبينهم بيقول اننا هنقدم لهم وجبه خفيفه ساعه الغداء. ادون سمحون عنده فكره عن الكلام ده؟ ادون سمحون هو اللي عمل اتفاق وانت اللي وقعت على العقد. انا وقعت على العقد بالشكل ده؟ مش ممكن اللي انت بتقوله ده ادون ظروف. فاضل 5 ساعات والمركب تدخل المينا وانا ما عنديش فلوس علشان. طيب اعملي الطلبيه بالتليفون وانا جاي لك على طول. انا مش عارف ده ابن تشارلي سمحون ده عمال بيتعزق في الفلوس يمين وشمال من غير حساب. ليه؟ لانه مش تعبان فيها. هو لقى واحد اداله اسمه اداله فلوسه وقال له روح العب بيها. سيبال برضه ما تنسيش ان ديفيد جاب شغل كتير. عجله الشركه ابتدت تمشي بالرغم من المنافسه الفظيعه من الشركات التانيه. وبعدين احنا برضه حققنا حاجات كتير في مده بسيطه. حققتوا ارباح؟ لما نغطي تكاليف الانشاء الاول. لان كل حاجه في ايده. سيبال ليه بتقولي كده؟ علشان بيعمل كل اللي هو عاوزه. ده مش صحيح. صحيح. خلاك تعين استر سكرتيره بدل مني بعد ما عرف العلاقه اللي بيني وبينك، مش كده؟ ما تنسيش ان هو السبب في جوازنا عشان يبعدني عن الشركه. وبعدين هو اللي اداني الحل في ثانيه بالنسبه للماما. بالشكل ده بقى خليله الجو. مين؟ استر. وبالشكل ده الشركه بقت بتاعته وانت ما تعرفش عنها حاجه.